ناس كتير فاكرة إن أيرون مان أغنى عشان بدلة بتطير ومدينة بتلمع، بس الحقيقة باتمان لو عطس مارفل تعلن إفلاس. نبدأ بأيرون مان. توني ستارك راجل عبقري محدش يختلف، بس فلوسه بتيجي منين؟ شركة واحدة، ستارك اندستريز. بيصرف على ايه؟ بدلة كل شوية، ذكاء اصطناعي يطلع شرير، مبنى الأفينجرز مبنى حلو بس تكلفته في الكوميك والسينما حوالي من 1 إلى 2 مليار دولار. يعني ايه؟ يعني لو السوق واقع توني ينزل يشتغل مهندس. نيجي بقى للكابوس الحقيقي، باتمان، بروس وين. باتمان عنده ايه؟ مش شركة، ده إمبراطورية اسمها وين انتربرايسز. فلوس داخلة من سلاح، فضاء، أبحاث طبية، طاقة، تكنولوجيا، استثمارات عالمية. يعني لو كوكب وقع فلوسه لسه شغالة. عمل ايه بفلوسه؟ بنى مقر فرقة العدالة، محطة فضائية، زائد بوابات أبعاد. التكلفة عشرات المليارات من غير ما يرمش. عمل أقمار صناعية عشان يراقب الأرض، وسوبرمان شخصياً. وفي الفيلم البنك كان هيحجز على بيت سوبرمان، باتمان ما دفعش القسط، راح اشترى البنك نفسه وألغى الدين وسلم المفاتيح. أيرون مان لو خسر بدلة يزعل، باتمان لو خسر مليارات يطلع خطة بديلة من مكتبه مكتوب عليه نهاية العالم، بلان بي. طيب نخش على الأرقام بقى. ثروة أيرون مان في الكوميك حوالي 12 مليار دولار، وفي بعض الإصدارات توصل ل20، بس نادر. ثروة باتمان في الكوميك من 80 إلى 100 مليار دولار، وفي قصص بتلمح إنه أكتر من كده أصلاً. الخلاصة، أيرون مان غني بس باتمان اقتصاد لوحده. السؤال الأخير، تحب تكون ذكي ومعاك مليارات، ولا غني يخوف الأبطال نفسهم؟ اكتب رأيك، بس ما تزعلش لو باتمان اشترى الكومنتات. وما تنسوش في النهاية اللايك والشير والسبسكرايب. يلا، سلام.